أهلا بيكم معايا في قناتي إيمي شو داي. فكرة النهاردة هي إعادة تدوير البرطمانات البلاستيك. إذا عجبتكم الفكرة ما تنسوش تضغطوا على زر لايك. لو أول مرة بتزوروا قناتي ادعموني بالاشتراك في القناة. أول حاجة هعملها في البرطمان هقطع الرقبة اللي هي الجزء القلاووز اللي بيتركب فيه القطع، وأحدد تقريبا نص البرطمان وأعمل شريط على الجنب، على الجنبين، على كل جنب شريط، وهحدد النص لغاية فين، وهفصل الشريط عن باقي البرطمان من الجنبين بس، وأسيبه مشبوك من تحت. بستخدم مقص أو قطر أو سكينة سخنة لو البرطمان جامد شوية أو ناشف شوية. هنعرف دلوقتي الشريطين دول هنستعملهم في ايه. بعد كده هستخدم الصنفرة، هصنفر بيها القاعدة وكل أجزاء البرطمان علشان خشونة البرطمان هتسهل لي ان الشمع اللزق يلزق ويبقى متين في المكان. لا، الناعم بيتزحلق ويفك من عليه بسهولة. هجيب خيط، اي خيط متوفر عندي. انا عندي خيط الخيش، لكن اي خيط موجود ينفع يتعمل بيه الفكرة. بقص اطوال من الخيط اطول من البرطمان نفسه. خيوط مرصوصة بالطول على طول القاعدة كلها، يعني هملى القاعدة كلها بخيوط بالطول زي ما هو باين في الفيديو. بزود دايما في طول الخيط، لاني بعد كده هعمل عليه شغل وهحتاج ان يكون فيه طول زيادة. هستمر ارص الخيط بالطول بالمنظر ده على كل القاعدة. هلاحظ ان الصنفرة بتخلي الشمع يلزق بقوة في البرطمان او في اي حاجة بلزقها، لكن لو بتكون ناعمة بيتزحلق ويفك بسهولة. كملت كل القاعدة. بعد كده هبتدي احدد الغرزة اللي انا هعملها في الشكل. كل 4 فتل بيكونوا مجموعة بتكون فوق ومجموعة بتكون تحت. 4 فتل فوق و4 فتل تحت. بعد ما بقسمهم، أول صف هو اللي بياخد مني مجهود كبير، هو الصف الأولاني. كده أنا حطيت 4 تحت و4 فوق. هبتدي ألزق اللي تحت الأول علشان أكون أول صف في الغزل اللي هقوم بيه على البرطمان. هاجي بخيط بالعرض علشان يبقى في مجموعة بتمشي من تحت ومجموعة بتمشي من فوق، زي غزل أي حاجة بغزلها، مرة فوق ومرة تحت. هنزل بالمجموعة اللي كانت محجوزة فوق واستمر على الحال ده. الصف الأول هو اللي بيحتاج لزق وتثبيت في المكان. بعد كده بستمر على الشغل لغاية الآخر، وباجي في آخر حاجة وببتدي ألزق تاني عشان أثبت آخر الشغل. هستمر أشتغل بنفس الطريقة دي، 4 فتل من تحت و4 فتل من فوق، الفتلة الوحيدة اللي بتمر من خلالهم. أول صف بس هو اللي بيكون متعب شوية وبياخد مجهود، لكن بعد كده بيبقى منتظم وبيمشي على طول. أنا ممكن طبعا أعوض الشكل ده بشكل تاني، أشوف إنه يكون أحلى إن أعمل فتلتين بس، كل فتلتين مع بعض، أو أعمل الفتلة اللي بالعرض أكتر من فتلة، يعني
برضو اخليها فتلتين. يعني الرؤية دي بتاعت اللي بيشتغل يحب يعمل غرزة شكلها ايه. طبعا احنا بنسمي الغزل ده غرزة، هي غرزة فعلا، غرزة نسيج. لغاية اخر صف هبتدي ارجع اثبته تاني باللزق. كان مهم جدا الصنفرة علشان هي اللي بتساعد الشمع او المادة اللزقة انها تثبت على البلاستيك. الصف الاخير برضو بثبته باللزق لغاية لما اخلصه كله. كل ما بيكون الخيط رفيع بيكون افضل لما بيكون مساحة الشغل صغيرة زي البرطمان كده. هكمل تثبيت. الشكل واضح كمان جدا. زي ما قلت لكم ممكن اغير شكل الغرزة. كده خلصته وثبته. هشيل الخيط الزيادة، هشيله داير ما يدور لغاية حرف البرطمان، مش هسيب اي زيادة منه. بالشكل ده هجيب خيط مختلف في اللون، وطبعا الالوان دي حسب كل واحد حابب ايه، دي ممكن يغير الالوان كلها. انا فضلت استخدم مع الرمادي الغامق او الجري اللون البيج، يبقى فيه فاتح وغامق. هلف على الشريط الجانبي لون تاني مختلف، وكمان هقفل على شغل النسيج نفسه اللي على البرطمان، هقفل عليه بضفيرة من الخيوط نفسها. وكمان برضو بختار اللون زي ما احب، يعني ممكن اخليه بيج، ممكن اخليه جري او رمادي زي ما انا عايزة. هقفل على الشغل من فوق صف او 2 بحيث ان انا اخبي الحرف بتاع البرطمان. هستخدم كمان الغطا بتاع البرطمان ان انا هعمله قاعدة لنفس البرطمان، بدل ما هو كان غطا لا هنخليه قاعدة. هنلفه برضو بخيوط. هربط الالوان دلوقتي وهعمل الغطا من اللون البيج زي ما عملت الشريطين اللي فوق، بس هنا انا هلف الخيوط على طول من غير اي غرز، من غير اي نسيج، هلف لفة عادية خالص بسيطة. طبعا خيط الخيش يعتبر ارخص انواع الخيوط، لكن لو متوفر عندي اي خيط ملوش لازمة فايض طبعا بستخدمه. بعد كده هلزق الغطاء او القاعدة بعد ما غطيتها بالخيوط في قاعدة البرطمان. واما الدراعين فهتنيهم على كل جنب واحدة عشان يشكلوا لي دراعين للبرطمان. وهو كده تحول من برطمان لفازة، نقدر نقول فازة، ونقدر نقول اي منظم نحط فيه اي حاجة، يعني مش لازم يبقى فازة، ممكن احط فيه اقلام، ادوات، اي حاجة. كمان على الدراع او الشريط حطيت ضفيرة من اللون البيج، وعلى الطرف كمان حطيت برضو ضفيرة من اللون البيج. يجي بقى دور الزينة الزيادة اللي هتميزه، ما تخليهوش مجرد خيوط محطوطة او مرصوصة وبس. اي خرز متوفر عندي من عقد، من انسيال، من اي حاجة موجودة عندي هستخدمها في زينة للفازة او للمنظم ده بالرؤية اللي اشوفها. انا شفت ان انا اعمل وردة من خرز انصاف اللولي، ووردتين نص وردة على الجنبين، وكده يبقى الشكل تقريبا خلص. لو عجبكم الفيديو ياريت ما تنسوش تضغطوا على زر لايك، ولو عجبكم الفيديو ممكن تشوفوا بقية الفيديوهات على القناة وتدعموني بلايك للفيديوهات واشتراك في القناة لو أول مرة بتزوروني. شكرا للمشاهدة والمتابعة، شرفتوني. مع السلامة.